المغرب والجزائر هما بلدان شقيقين واللي كيتعتبروا بحال الخوت، كيف ما كيقولوا الجميع وكيعرفوا انهما وجهان لعمله واحده، كيتشابهوا في نفس الدين، نفس اللغه، وحتى التاريخ المشترك اللي كيجمع بيناتهم بجوج. هاد الاخوه اللي كنجمع بيناتهم غادي تعرف واحد الحقد وواحد الكراهيه بعد ما دخل المستعمر الفرنسي وحول هاد نقطه الوصل اللي كتجمع ما بين المغرب والجزائر من علاقه حب الى علاقه كراهيه وعدوان. في هذا الفيديو هذا غنحاول نطرق 4 ديال النقط اللي هما مهمين واللي عليهم كيتبنى الاساس ديال هذا الفيديو. اول نقطه، شنو هي العلاقه اللي كتربط ما بين هاد البلدين الشقيقين، وشنو هي اسباب الخلافات اللي كتجمع واللي كتربط بيناتهم. وفي ثالث نقطه غادي نعرفوا شكون كان السبب اللي شعل فتيله الحرب ما بين هاد جوج البلدين الشقيقين. وفي الاخير ديال هذا الفيديو هذا غنعرفوا كيفاش بدات حرب الرمال وكيفاش سالات، وشكون اللي كانت الدوله المنتصره في هذه الحرب وشكون الدوله اللي كانت منهزمه في هذا الطرف ديال هذا الموضوع. خليكم معنا، ولكن قبل الا كنتي اول مره غتشاهد القناه ما عليك الا تضغط على زر الاشتراك وتفاعل معك الجرس باش يوصلك الجديد اولا باول فين ما كنتي، ونزل لك كومونتير تحت عطيني ارائك سلبياتك. خليكم معنا وفرجه ممتعه. قد تعتبر المغرب والجزائر من الدول اللي قراب لبعضياتهم واللي كيجمعهم نفس الدين والثقافه والتاريخ وحتى اللغه، ولكن من بعد غادي يدخل بيناتهم طرف ثالث هي فرنسا اللي غادي تبغي تفرق هاد الاخوه اللي جمعهم، وهنا غيبدا الصراع بيناتهم. وكان هاد الصراع على خلافات حدوديه ما بين البلدين الشقيقين على المناطق ديال تندوف وبشار. وهنا مشى الملك الراحل محمد الخامس عند السلطات الفرنسيه وقال لهم رجعوا لنا المناطق الشرقيه اللي كانت مهيمنه عليها الجزائر واللي كانوا في الحدود ديالها. هنا اقترحت السلطات الفرنسيه على الملك محمد الخامس انه الا بغى يرجع المناطق الشرقيه ديال تندوف وبشار بشرط واحد، انهم ياخذوا كاع الثروات والمناجم ديال دوك المنطقه اللي كانت كتميز منها من حديد وغاز وغيرها من الثروات. هنا الملك محمد الخامس كان الجواب ديالو باين انه غير رفض تماما الشروط اللي اقترحتها عليه السلطات الفرنسيه، وقال لهم مشكله الاراضي بيني وبين الجزائر ملي غادي تاخذ الاستقلال ديالها غادي يتفاوض معاها. وفي 1958 تشكلت اول حكومه مؤقته بقياده الرئيس المؤقت فرحات عباس، وتما تلاقى الملك محمد الخامس مع الرئيس انذاك المؤقت ديال الجزائر الرئيس فرحات عباس من اجل الاتفاق على انهم اللي غادي تاخذ الجزائر الاستقلال ديالها من فرنسا غادي يرجعوا ليه المنطقه الشرقيه ديال تندوف وبشار. وكان هذا الاتفاق سري بيناتهم، هاد الهضره دارت غير بيناتهم بجوج ما بين الملك محمد الخامس والرئيس فرحات عباس، وما خرجوها وما كان معهم حتى شي واحد من غيرهم بجوج. الا ان الامور للاسف ما مشاتش كيف ما كان متوقع، وان الجزائر عانت بزاف مع الاحتلال الفرنسي بحيث كانت اكبر واطول الاحتلالات واكثرها دمار وبشاعه. ودام هذا الاحتلال اكثر من 132 سنه من 1830 حتى 1962. تما ابناء الجزائر دافعوا وفداوا بالارواح ديالهم لتحرير وطنهم الجزائر واللي تسمى حاليا والمسمات ديالو بالبلد لمليون شهيد. وفي سنه 1962 اخيرا تحررت الجزائر، ولكن تما جات الضربه القاسيه اللي غادي تقسم الظهر ديال المغرب من بعد ما خدت الجزائر الاستقلال ديالها. وتما كانت الصدمه ان الملك محمد الخامس مات وتولى انذاك العرش الملك الحسن الثاني. وتما طلع الحسن الثاني برجليه عند الرئيس الجزائر الجديد احمد بن بلة وطالبوا باسترجاع الاراضي الحدوديه حسب الاتفاقيه اللي كانت جامعه ما بين الملك الراحل محمد الخامس والرئيس السابق للجزائر فرحات عباس. وكانت الاجابات ديال احمد بن بلة باينه، هي خاصنا نصبروا حتى توقف الجزائر على رجليها لانها كانت كتعاني من الاحتلال الفرنسي وكان ديما التاجيل. هو السيد موقف داكشي وما مشاش كيف ما توقع الملك الحسن الثاني، بحيث ان احمد بن بلة كان ديما كيرفض استرجاع الاراضي الحدوديه للمغرب. وفي عام 1963 القوات الجزائريه كانوا هما السباقين للغدر، بحيث انهم هجموا على غفله وبدون سبب على واحد المنطقه حدوديه سميتها حاسيبيدا، وتما قتلوا 10 ديال الجنود المغاربه كانوا كيحرسوا الحدود ديال ديك المنطقه. ولكن الحسن الثاني بقى ثابت
وما دار والو، رغم انهم غدروا وصيفط واحد الوفد باش يتفاوضوا. ولكن الجزائر فهمات هاد الشي بالغلط، وقالت ان المغاربه ما قادين على والو وما في يديهمش وخايفين منا. وتما غادي تنطلق الحرب اللي تعرفات باسم حرب الرمال، واللي كانت في 8 اكتوبر سنه 1963 واستمرت لايام معدوده، بحيث صفت الملك الحسن الثاني الجنود المغاربة بقيادة الجنرال الكبير إدريس بن عمر، وكانت فيها مواجهات عسكرية وماتوا فيها عشرات الجنود، وخسرات الجزائر هاد الحرب ضد المغرب. وبالمثل اللي كيقولوا المغاربة مرضاوش، وخطب الرئيس الجزائري بن بلة على الشعب ديالو وقال لهم فاصح العبارة: المراركة حقرونا حقرونا. تم الصلح ما بين المغرب والجزائر، ولكن في يوليو سنة 1972 اتفق المغرب والجزائر باش يقسموا الحدود بيناتهم، وتم برز الملف الصحراء الغربية وتحول إلى محور خصومة من جديد بيناتهم، بحيث أن المغرب كان كيعتبر الصحراء جزء من الأراضي ديالو. ومن جهة أخرى قامت الجبهة البوليزاريو اللي كانت كتدعمها الجزائر بإنشاء جمهورية صحراوية مستقلة، وقامت الجزائر بترحيل آلاف المغاربة المقيمين فيها. من اللي على الحسن الثاني بتنظيم المسيرة الخضراء باش يرجعوا الصحراء وتولي مغربية. ولكن الجزائر قدمت رواية أخرى وقالت أن المغرب صادر ممتلكات ودا لهم الأراضي ديالهم وفي نفس الفترة وبدون تعويضات، ومن ثم تقطعت العلاقة. ولكن في يونيو من سنة 1988 رجعت عاوتاني العلاقة كيف ما كانت، لكن الحدود بقات مسدودة وبقات العلاقات كتشد تعقيدات ومشادات دبلوماسية، وبقى هذا الصراع كيلقي بالظلال ديالو على الحكومتين والشعبين حتى ليومنا الحالي اللي حنا فيه دابا. حتى لهنايا غيكون تسالى الفيديو ديالنا. كنبغي نشكركم واحد على لي كومونتيرات اللي وصلونا والاراء ديالكم كاملين قريناهم واحد بواحد. كنبغي نشكر وكنبغي نعطي اكبر تحيه للناس اللي مقيمين بالخارج اللي تا هما تواصلوا معنا بالاراء ديالهم، كنبغي نشكركم بزاف.